على رمضان ايام زمان كانوا ساعه في تونس ما يقولوش رمضان، يقولوا سيدي رمضان. وسيدي رمضان كانوا يستعدوا له اولا من قبل بشهر، يعملوا يبيضوا ويدهنوا ويستعدوا لرمضان. كذلك فما العولة نتاع العام، لكن فما العولة خاصة نتاع رمضان، يحضروا يشريوا، وخاصة المواد الحلويات وواحد كل هذيك يشريوها رمضان من قبل، ويبداو يهيئوا في الحويجات. المراه اللي عندها ماكينه نتاع خياطه وعندها كيفاش تبدا تهيئ في حويجات وليداتها من قبل رمضان باش نهار العيد يخرجوا منورين. وفي رمضان هذاك تكثر التزاور بين الناس، والناس يزوروا بعضهم سواء في شقال الفطر وخاصة بعد شقال الفطر، وتقع السهريات والاحتفال في رمضان. الاحتفال فما احتفال العائلات، ولكن فما احتفال رسمي هو ما يقع في الجوامع، الأختام اللي تقع في الجوامع، ومعروف النهار الفلاني ونهار الفلاني ونهار الفلاني ختم الشيخ فلان وختم الشيخ فلان، والملك البي يجي يحضر في الختم، يحضر في الأختام المهمة كلها 7 ولا 8 أختام موجودة ذكرناها قدمها سي محمد الحبيب في كتاب الرزقي في تعليقه عليها. وبخلاف هذايا فما زال كذلك الأسواق تخدم بالليل وتحتفل بالليل، وفي ليلة النصف وإلا ليلة 27 كثير من الأسواق اللي يعملوا حفلات، يعملوا صريط مولد ويعملوا حفلات كثيرة. بمن أتانا يا مرحبا، بمن أتانا يا مرحبا، بمن أتانا بالهدي الهادي شافعونا يوم المعاد، أرسله رب العباد إلى الخلائق بالديانة. يا مرحبا يا مرحبا ألف مرحبا يا مرحبا بمن أتانا يا مرحبا، بمن أتانا يا مرحبا، بمن أتانا بالهدي المشفع هو الحبيب قدره مرفع، صلاته والله تنفع في رضا ربي مولانا. يا مرحبا يا مرحبا ألف مرحبا. يظل لي دكتور اللي شهر رمضان أكبر احتفال فني تعرفوا البلاد، أكبر احتفال فني تعرفوا البلاد في جميع مجالات الفن، والفنانين يستعدوا. هو اللي تتركز عليه البرنامج السنوي، لأن من رجب نبداو في التمارين على القطاع اللي باش نقدموها في رمضان، وفي رمضان نعزفوها ونعاودوها كل يوم، تتعاود كل يوم، معناها يقع طبخها ويقع انسجام الفنانين معها انسجاما كليا. وبعد رمضان تكون هي الرصيد نتاع السنه، وهي الرصيد اللي باش يتسجل، وهي الرصيد اللي يتذاع في الاذاعه، لان ما كانش تسجيل، كانت اذاعه مباشره، فهمتني. هو مهرجان هذا من ناحيه. مهرجان الطفوله لان كل حومه فيها كراكوز، ونمشيو باش نتفرجوا في كراكوز. اسمه خيال الظل هذاك، حزيواز، حجي ايواز، فهمت، ولات حزيواز في تونس. سي كراكوز تركي في الاصل. نمشيو نتفرجوا عم رضوان، وقت يدخلوا الاولاد نداو احنا في الشارع، يا عم رضوان بلفطهم باش يخرجهم ندخلوا احنا.
ما يعرفوش اللي كانوا نحن نتبلبطوا زاد معاهم. زاد كذلك في الحلفوين عمرو عثمان الدالي يلعب في الكراكوس. ايوه. زاد كذلك في الحلفوين يعملوا اسماعيل باشا. اسماعيل باشا هو الدماء المتحركه، هذيك الاولاد الصغار، والدراجح البطحه نتاع الحلفوين هذيك كلها جماعه مراسي يعبيوها بالدراجح، واحتفال شعبي. وشكون الطفل اللي ما يمشيش للحلفوين؟ خساره الحلفوين ما عادش في هاك الجو هذاك. اسماعيل باشا المعروف ما يخافش وما يجيش النوم وهو مقهور، يعيش واقف كيف السور، إلا ما نقهر دياركم ونيتم أولادكم ونعمل فيكم ما عمل سيد علي في القفرة. سيدي يخطفك ويعمل لك حفرة غاق ويحطك فيها حتى لين ياكلك الدود والترى. دونك والقتال يا عدو الله. خساره الحلفوين ما عادش في هاك الجو هذاك، فهمتني؟ بحيث مهرجان الطفوله، مهرجان الغناء، فهمت؟ مهرجانات المدايح والاذكار. المدايح والاذكار في كل بقعه بخلاف القضيه القران. انا وعم خميس ترنان كنا نمشيو كل رمضان لابد نقضيو ليله في السمعه نتاع جامع الزيتونه في الدوله. فما الدول في جامع الزيتونه جماعه اللي يقوموا بالاذان ويقوموا بالانشاد في عقاب الليل. علاش؟ مجعول هذاك حبس خاص للانشاد عقاب الليل باش المرضى نتاع مستشفى العزيزه عثمانه الوقت اللي يبدا مريض ويبدا قلبه ضايق عقاب الليل ويطير عليه النوم يسمع من سمعة جامع الزيتونه شكون يونسوا. عاد كنا نمشي وانا وعم خميس ترنان نحضروا مع سي علي التريكي ومع الشيخ محمد بن محمود ومع صديق بن عبله، وشيخ الدوله اللي نمشي لها هو الشيخ بسيس الله يذكره بالخير مازال موجود الحمد لله. بحيث احتفالات دينيه واحتفالات مدائحيه احتفالات فنيه وغيرها.